السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. النادي الاهلي يخطف توقيع ابن الزمالك وهداف الدوري الحالي برصيد 13 هدف صاحب ال 24 عام. هقول لكم التفاصيل. النادي الاهلي يا جماعه دخل في مفاوضات رسميه مع هداف الدوري الحالي برصيد 13 هدف اسامه فيصل، مهاجم الزمالك السابق وابن نادي الزمالك ومهاجم البنك الاهلي الحالي. طبعا النادي الاهلي يا جماعه سبق ليه ان هو تعاقد رسميا مع اسامه فيصل في فتره مارسيل كولر الفتره الاخيره لمده 3 مواسم. اللاعب وقع على عقود انضمامه لنادي الاهلي لمده 3 مواسم، ولكن في اللحظات الأخيرة النادي الأهلي أنهى أو فسخ التعاقد ده بسبب مارسيل كولر المدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي ما كانش مقتنع باللاعب وكان عايز صفقة أجنبية مش مهاجم محلي، أدى إلى طبعا فسخ التعاقد وكان لم يحدث أي شيء يعني. تمام. الفترة دي بقى مع خوسيه ريفيرو المدير الفني الاسباني الجديد للنادي الاهلي، النادي الاهلي عرض اللاعب على خوسيه ريفيرو، المدير الفني وافق على انضمامه طبعا ومقتنع به اقتناع كامل، مما ادى الى ادارة النادي الاهلي تدخل في مفاوضات جديدة طبعا مع اسامة فيصل. واسامة فيصل رحب بالعرض وقال لك دي فرصة ذهبية ان انا انضم طبعا للنادي الاهلي لمدة 3 مواسم، ووقع على العقود بتاعة الانضمام بتاعه، ولكن يتبقى حاجة وحيدة فقط لا غير، هي موافقة طبعا نادي البنك الاهلي. البنك الاهلي ما عندوش اي مشكلة في ان هو اللاعب يرحل للنادي الاهلي طبعا الموسم اللي جاي، ولكن هو مستني فقط انه يدور على البديل بتاع اسامة فيصل في قلب هجوم طبعا البنك الاهلي. كلنا عارفين طبعا ان اسامة فيصل يا جماعة مسجل لحد الان 12 هدف في الدوري من 22 مباراة، لعب 22 مباراة الموسم الحالي، سجل 12 هدف. هو دلوقتي متساوي في عدد الاهداف مع امام عاشور صاحب ال 12 هدف، طبعا هما الاثنين في الصدارة، ولكن امام عاشور كان ال 12 هدف بتوعه دول فيهم هدفين ضربات جزاء، لكن اسامة فيصل ال 12 هدف كلهم ما فيهمش ولا ضربة جزاء، كلهم بمجهود شخصي طبعا من اللاعب. ايضا سجل هدف 13 ولكن الهدف الغي، يعني بالمنطق كده اسامة فيصل السنة دي افضل من امام عاشور، سجل 13 هدف الغي، ال 12 هدف كلهم طبعا اهداف ملعوبة ما فيهمش ضربات جزاء، فيعتبر هو دلوقتي هداف الدوري يا جماعة. فاللاعب طبعا وافق، البنك الاهلي موافق على بيع اللاعب طبعا للنادي الاهلي، ولكن لسه هيستنى يبحث عن البديل علشان ده ركيزه من الركائز الاساسيه في البنك الاهلي. كلنا شفنا مباراه البنك الاهلي طبعا اللي فاز فيها على بيراميدز ب4 أهداف مقابل هدفين، اسامه فيصل سجل وصنع وكان عامل خطوره، يعني بسم الله ما شاء الله. عامه اللاعب يا جماعه وقع رسميا لمده 3 مواسم مع النادي الاهلي في انتظار طبعا الاعلان الرسمي بعد ما نادي البنك الاهلي يوقع رسميا على انضمام اللاعب الى النادي الاهلي. ده يا جماعه بخصوص طبعا النادي الاهلي يخطف توقيع طبعا مهاجم وهداف الدوري الحالي ومهاجم وابن نادي الزمالك السابق اسامه فيصل. الف مبروك للنادي الاهلي، دي هتبقى صفقه قويه جدا لان اللاعب واعد لسه شاب عنده 24 سنه من مواليد طبعا 2001 وطوله 180 سنتي. ده يا جماعه باختصار. ما تنسوش في النهايه الدعم والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد، تفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل اشعار. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.